حكايتنا الليلة هي حكاية ظريفة من التراث المغربي الشعبي باللسان الدارج. كان يا مكان في قديم الزمان وفي واحد القبيلة بعيدة ما توصلها إلا ما عندك حيلة. كانت طريقها طويلة، المنى تسالي وهي ما تسالي. والعجيب في أمر هاد القبيلة أن كل مرة تبدل طريقها، الطريق اللي جابتك اليوم ما ترجعك غدا. وهاد الشي كله بسبب واحد السحارة كان اسمها عقيصة. كانت مالكة البلاد والعباد، وكان سحرها ما يفلتو منه غير الشداد. وكانت في القبيلة واحد المرأة طيبة بنت الجواد، تعطي بيديها ولسانها. وكان عندها واحد الجنان خيرات القبيلة كلها منه، تعطي للمسكين وتجود على اليتيم. ولهذا كانوا الناس يسميوها الصالحة. وهاد الصالحة كانت العدو الكبير ديال عقيصة، حتى سحر ما خلاتو الا وجرباتو حتى تهلكها وتهلك ارضها، لكن الله كان حافظها وحافظ جنانها. ومرت الايام والحسد والحقد في قلب عقيصة شعل كيف النار تاكل الخضر واليابس. واللي زاد في نارها اكثر هو ان الصالحة ولدت توام يطيروا العقل بالزين. ايوا هادشي ما عليه صبر، حيت عقيصة مريضة بالعقل. ايوا عقيصة جمعت شياطينها في واحد الليلة كحلة زحلة، وقالت ليهم الليلة يصبح الجنان رماد باش ما تلقى البهيمة ما تاكل ولا العباد. بغيت نشوف الصالحة مدلولة، لا دار لا ارض لا منى لا ولاد. ايوا سمعوا شياطينها الكلام وقرروا يطبقوا الحكام. لكن شي شوية رجعوا الشياطين حازنين مدلولين، وقال كبيرهم ألا لا عقيصة، الله حافظ الصالحة، والجنان ما لقينا طريق، جنانها محروس ما تدخلي لا بهدية ولا بفلوس. رجعت عقيصة لفراشها، خرجت الشياطين وجلست تفكر بالمكيدة. حيت دابا الصالحة ولا تشوكة بحلقها وعافية ما بين لحمها وعرقها. ضحكت عقيصة وقالت صافي لقيتها، غدايا الصالحة تفطري بالدموع وتعشي بالندامة. صباح الصباح وديك صح وفقت الصالحة تفطر ولادها، لكن المسكينة ما لقات غير الفراش. مست الفراش ولقاتو بارد، وعرفت ان صاحب الفعلة دارها بالليل. هادي فهاي العقيصة. تجمعوه القبيلة ناويين الباس. ايوا عقيصة طغات وما بقى كفاها اذى العباد، ولات زادت تخطف الولاد. هجموا على دار عقيصة وخلصوا القبيلة من مصايبها. ايوا غير هرسوا الباب وما لقاو غير الضباب. الريح كتصفر. هربات عقيصة من بعد ما خطفت الولاد، وحتى واحد ما عرف ليها طريق. الصالحة مسكينة ما لقات ليها جهد، هزت يديها للسما ودعات دعوة ما يردها بواب. حيت كيف ما كتعرفوا دعوة المظلوم ما بينها وبين الله حجاب. عقيصة ملي خطفت الولاد خوات القبيلة وشدت طريق طويلة ما لها عنوان. ومن بعد 3 ايام من المسير وصلت لقبيلة الصيادة. وهاد القبيلة كانت عند الواد عايشين غير على الصيد، والواد ديما عليهم جواد. ملي جات عقيصة دقات الخيمة في القبيلة ونوات تبات الليلة، إلا عجبها المكان تخلي الإقامة طويلة. دازت 3 ايام وعقيصة في القبيلة. الناس شافوا ان الحوت من بعد الصيد بسرعة تعطي ريحته، وإلا ما تكلف نهارو وما تنفع معاه لا ملحة لا قديد. تجمعوا كبار وعيال القبيلة باش يعالجوا القضية ويشوفوا ليها شي حيلة. سولهم كبير العيان ومن امتى هاد الحالة في القبيلة؟ جاوبوا كبير الصيادة اسيدي هادي 3 ايام، الواد بخل علينا بحوتو واللي صيدناه في نهار وتعطي ريحتو. تكلم واحد الصياد وقال هادي 3 ايام اسيدي
دقت واحد مرة خيمتها قدام باب داري، لا هي ضيفة ولا يدخل عندها ضيف. إلا شفتيها ما تصرف شوفتها، وإلا سمعتيها ما يعجبك حديثها. وقف كبير القبيلة وقال: هاديك ضيف النحس، ضيف منبوذ من السلايف والجدود. الليلة مليها مباتة في قبيلتي، عطيوها منى الطريق وخرجوها. هاديك ما تصلح لا صديق ولا رفيق. وفعلا جاو الصيادة، جمعوا العقيصة الخيمة وعطوها منى الطريق وخرجوها ونقوا القبيلة من شرها ونحسها. وهكذا القبيلة اللي مشات لها عقيصة ما تفوت فيها 3 أيام حتى تجري عليها، حيت بسرعة كتكوى بنار نحسها. ومن بعد يوم جديد من المسير شافت أنها على أبواب قبيلة جديدة، ومن اسمها الصافية بين قبيلة سعيدة. كانت هذيك قبيلة القاضي بمفتاح، القاضي اللي لجأ ليه ما يتظلم. الغني عنده بحال الفقير، والكبير عنده بحال الصغير. وكان القاضي بمفتاح ما يخفي عليه سحر السحارة ولا سلعة العطارة. كان عنده جماعة من السحارة لكن ما يخدموه غير للخير وماشي للأذية. دقت عقيسة خيمتها ونوت تبات الليلة، وإلا عجبتها القبيلة تخلي الإقامة طويلة. ومرت 3 أيام وشافوا الناس باللي كترت الخصومة بيناتهم. الغني ياكل رزق الفقير، والكبير يحقر الصغير، والقاضي بمفتاح عمرهم ما داروا شكاية، الصف قدام باب. وعمر الخصومة ما كانت في المال والعرض. إوا جلس القاضي كيفكر مع صحابو: اش هادشي تسلط على القبيلة، عمرها ما تشكات الجور والمكيدة، وهاد 3 أيام أصبح الظلم قاعدة. قال ليه صاحب: إلا سمحتي لي يا سيدي القاضي، هذه 3 أيام جات واحد العجوزة غريبة على القبيلة، ما ترتاح لشوفتها وما يعجبك كلامها، ومعها 2 صبيان صغار ما بينيش من توبها. ياك ما جبت معها النحس والبغيضة لقبيلة سيدي بمفتاح. جاوبوا القاضي بمفتاح: انتوما كتعرفوني ما نبغي الظلم، جيبوها نسمع حكايتها، إلا كان ضيفة نكرموها، وإلا جايبة البلا القبيلة الليلة نطردوها. سألها القاضي بمفتاح: شكون انتي وشكون جابك لقبيلتنا؟ خافت عاقصة من كلامو، لكن حتى هي عارفة كي ترد حكامو. جاوباتو وقالت: جيت من قبيلة بعيدة دازت عليها أيام شديدة، زارها القحط وطول الزيارة ما خلى فيها لا عود نابت ولا نوارة. إوا سيدي بمفتاح هزيت وليداتي وخويت القبيلة وقصدت قبيلتك، إلا قبلتو عليا هداك منايا، وإلا ما قبلتو نعاود رجايا. ملي شاف القاضي بمفتاح الوليدات منورين وجه عقيصة مظلم، سألها: أنا شاك في أمرك، ولادك منورين وانتي ما تشبهي ليهم، ولادك باقين ديال الرضاعة وانتي العكاز ما تفرطي فيه، هادو ماشي ولادك. أنا غادي نرسل الزرزور يجيب خبارك، إلا كنتي صادقة نقادو ليك، وإلا كنتي كاذبة نرميوك لجهنم. القاضي بمفتاح كان عنده واحد الطير اسمه الزرزور، كان يجيب ليه الأخبار بحال سيدنا سليمان، وهكذا كيعرف الصادق والكاذب والمغلوب والغالب. حبس عنده عقيصة وخلى عنده الولاد وتسنى الطير يجيب ليه خبارو. مع الفجر رجع الطير وجاب خبار عقيصة بلا زيادة ولا نقصان. عرف حكاية الولاد وحكاية جنان وحكاية قبيلة الصيادة، عرف سبب الخصومة اللي زارت قبيلة اللي كان كيضرب بها المثل. صباح الصباح وجاب معاه الصفا، التجار والفلاحة والخضارة والجزارة، اتصافاو وما بقات بيناتهم خصومة. خرج بمفتاح عقيصة وجمع السحارة ديالو وقال: عرفنا حكايتك عقيصة ودقنا ايديتك، ودابا دارت عليك النوبة، كيف ما اديتي تادي، وكجزاء ليك غادي يمسخوك السحارة ديالي. ايوا اختاري، يا جرانة يا جرادة يا دبانة. عرفت عقيصة ان هذه هي الاخر عليها،
وحتى شي سحر ما غادي يستقليها، وقالت الجران صداع ما يأدي، والدبان يقهروه لو سادي، اما الجراد كيهلك شجر والجرادي. اختاريت الجرادة سيدي بمفتاح. ايوا فرمشت عين صبحت عاقصة جرادة وطارت من الشرجم، وما عرفوها فين غادا. المهم مشى الباس والظلام اللي بان في الناس القبيلة، ورجعت لصفاها ونورها. بعد ايام رجع القاضي بمفتاح، رجع الولاد لامهم الصالحة، ورجعات فيها الروح من بعد ما كانت تبكي وتنوح. في الصباح التالي صبحت القبيلة على سحابة كحلة قصداهم. هذاك صرب الجراد جابتو عاقصة قاصد جنان الصالحة، جاي يهلك الشجر ويخلي الحجر. دخل الصرب الجنان لكن ما قدر ياكل حتى ورقة من شجرو. اللي داق شي شجرة يلقاها مالحة، مع ان الشجر كله غير عنب وتفاح وليمون ورمان كله حلاوة. ايوا تقلبات الآية، خرجوا ناس القبيلة رجال ونسا ودراري يصيدوا الجراد اللي حصل في جنان الصالحة. ايوا ناس القبيلة تزردوا 3 ايام، حيت الجراد هذيك الايام ما كان فيه دواء. كان الغني ياكلو والفقير، حيت كان بحال الغنم سارح في الشجر والزرع. في الجراد بقات جرادة مالحة بزاف، وحتى حد ما قدر ياكلها، اللي يحطها في فمو يرميها، حيت حتى واحد ما عرف ان هذيك الجرادة المالحة هي عاقصة. وبقات عاقصة جرادة مشوية ومرمية حتى كلاتها الريح مع الايام. اما الولاد كانوا يغنيو من هذيك الليلة ملي عرفوا الحكاية: الجرادة مالحة فين كنتي سارحة، جنان صالحة اش كليتي اش شربتي، غير التفاح والنفاح، والحكمة بيديك يا القاضي ابو مفتاح. ايوا كي جاتكم الحكاية؟ ومشات خبرتي من واد الواد، وبقيت انا مع الناس الجواد.